قبلاوي فانت تكلمتي على مستجدات فريق الرجاء الرياضي، ودائما كيف ما كنا كنقولوا قبل هذا الاسبوع ان يمكن هذا الاسبوع يعرف المفاجات. فإلا عرف يعني تدبير على مستوى اللاعبين واستخدام القديوي زنيتي، وكذلك التعاقد مع المدرب رود كرول الهولندي وكذلك المساعد ديالو طلال القرقوري. فاليوم محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي يفاجئ الجميع ويعلن على انه لن يواصل المهمه ديالو داخل نادي الرجاء، على اعتبار انه عنده عام باقي، موسم واحد هو اللي في الموندو ديالو اللي تقريبا اللي دوز منه 3 سنين وما قدرش يواصل على الموسم الرابع، وبالتالي يعلن على الاستقاله ديالو، ويعلن كذلك على انعقاد جمع عام اللي غيكون عادي ولكن غيتحول استثنائي، بما ان المكتب على رمته على راسه المدير رئيس الفريق غادي يقدم الاستقاله ديالو، وبالتالي فاوتوماتيكمون البيرو حتى هو كينزل. وغادي يعني السيناريو اللي كاين هو ان كتكون الاكبر سنا والاصغر سنا من القاعه ديال المنخرطين هما اللي غادي يسيروا الجمع باقي اشغال الجمع العام، اللي دائما كنعرفوا على انه الجمع العام العادي كتكون دائما هو تلاوه التقرير الادبي والمالي والمصادقه عليه، تجديد المكتب في حاله الا كاين يلاه الثلث اللي غادي يخرج، ولكن في حاله فريق الرجاء الرياضي وكذلك تقديم استقاله ديال محمد بودريقة فما كاينش لا ثلث لا والو، والمكتب برمته كله غادي ينزل. غادي نشوفوا السيناريوهات، فاكيد على ان البلاغ ديال الرجاء الرياضي واللي وقعوا الرئيس هو واضح، قال على ان السيناريو اللي كانوا بعض الناس كانوا كيروجوا له على ان غادي محمد بودريقة غيعلن على الاستقاله، وبالتالي عاود غادي يمشي يدخل على المكتب او غادي يكون المرشح الوحيد، ويعني القاعه وكان هنا كنخصو بالمنخرطين غيكونوا حاضرين، غيطلبوا من رئيس بودريقة مواصله المشوار وغادي تكون عنده 4 سنين اخرى. لكن هو في حوار مع محمد امين في المريخ الرياضي اللي ممكن اننا نلقاو في الموقع ديال راديو ماس، فكان واضح وقال على انه لاسباب صحيه، لاسباب كذلك تخص بعض يعني المشوشين، ودائما هذا دائما حسب كلام ديال محمد بودريقة، فهو يوم 1 يوليو فهو غادي يقدم الاستقاله ديالو على اساس ان هناك اناس اخرين هما اللي ممكن انه ياخذوا المشعل ويزيدوا. ولكن كنعرفوا على ان في الفتره ديال محمد بودريقة الكثير من فعاليات فريق الرجاء الرياضي فضلت على انها تبعد من الساحه. كاين اللي كيقول على انه باش ما تسماش عليه انه كيشوش، لان دائما تصريحات ديال محمد بودريقة حول المسؤولين السابقين كانت شيئا ما تخرج البعض منهم، وبالتالي فهذا البعض منهم حاولوا انهم يبعدوا على الفريق، وهذا كيطرح تساؤل ما الفتره ديال ما بعد بودريقة شكون ممكن يكون رئيس فريق الرجاء الرياضي. واش غيكون تكون لجنه مؤقته، لان الا كانت وهذه كانوا كينتقدوها الجمهور، فاذا كانت قبل من المرحله ديال بودريقة فدائما كان كيكون رئيس كاين في الفريق وواحد اخر بالدارجه غادي نقولوا بين قوسين واحد كيسخن، يعني كنتي كتعرف شكون غادي يدوز من المرحله ديال غلام ديال عمور ديال حنات وديال الصويري. ولكن في التجديد وفي اطار التجديد فجاء محمد بودريقة، ولكن محمد بودريقة نهج واحد السياسه هو كان كيعتقد انها هي السليمه، وبالتالي فما كاينش الان ان بروفيل اللي ممكن انه ياخذ الرجاء في حاله دائما كيبقى ديما الجمع العام سيد نفسه، والى ترشح احد المنخرطين داخل نادي الرجاء الرياضي واستوفى الشروط فله الحق للترشح لرئاسه فريق الرجاء الرياضي. على اي غادي نشوفوا نهار الجمع العام كيفاش غدوز الامور، واش ممكن ان بودريقة يبقى او كما قال وصرح محمد امين في البرنامج المريخ الرياضي على انه هذا القرار لا رجعه فيه الان.